ولكنه يقول أن الإخوان ستحاول أن ترد بالدم على لا طبعا ده المنشط الأساسي، لكن هو الوزير بيقول في حواره أنا لا أنام من ضخامة المسؤولية وأسأل نفسي دائما هعيش إزاي وفين، بس سايبها على الله. أقول للمواطنين انزلوا من أجل المستقبل وللإخوان كفاكم دما، وللرئيس القادم خلي بالك من مصر دي بلد عظيمة. بيحكي جوه الحوار قصة قائمة الاعتقالات التي وصلته، كان اسمنا أنا ومجدي وغيرنا كان أسامينا فيها، وحكى إزاي إن القائمة دي جات له وطلب منه أن يعتقلنا لكنه رفض. قدمت استقالتي لهشام قنديل يوم 17 مارس فطلب مني مرسي البقاء شوية، وبعد أيام بتروح 30 يونيو فقلت الفرج جاي، لا وجود لما يسمى الجيش المصري الحر في الداخل، ولو اخترقوا الحدود سنبدهم. يعني حوار مهم عن مع السيد وزير الداخلية. مرسي أصدر تعليمات بالإفراج عن أحمد ماهر قبل 30 يونيو رغم إهانته ليه، وباكنهام طلعت تقول بيان اعتذار وتقول إن هو رفيق كفاح. أعطيت تعليمات مشددة قبل 30 يونيو بعدم التعرض لأي شخص يحمل استمارة تمرد، والإخوان قالوا لي افرمهم. مرسي أرسل لي قائمة اعتقالات ما قبل 30 يونيو، طبقتها وحطيتها في جيبي. أنا أذكر هذه القائمة وأذكر أن أنا سألته عليها. المعزول قال لي انزل احمي مكتب الإرشاد، فقلت له مش هنزل إلا بعد خروج المسلحين من المقر. مرسي وبديع في السجن، مرسي وديع في السجن ويأكل من الكافيتيريا، وقيادات الإخوان ملتزمون باللوائح. لا أعرف لماذا اختاروني وزيرا للداخلية وعمري ما كنت إخواني ومراتي مش دكتورة. حمدين صباحي اتصل بي أكثر مرة لإزالة معوقات تواجه حملته، والسيسي لم يتحدث معي. هذا وزير الداخلية يتحدث إلى زميلنا مجدي الجلاد.